اللي تيق في راسو، اللي واثق في راسو كينفتح على الجميع وياخذ من عند الجميع ويعطي للجميع. اللي واثق في راسو ما تلقاش عنده هاد العقد. وشوف دابا حنا عندنا واحد صناعه ثقيله، يعني عندنا شي حاجه اللي نقولوا عندنا داك اقوى سلاح كاين عندنا حنايا ماشي غير كمغاربه، كمسلمين عموما، هو الاسلام. في بلاصه ما الاخوان جالسوا مصدعين راسكم مع افريقيا غيجي يدير لنا الاستبدال ما يدير لنا الاستبدال، تو واش حنا ساهلين؟ راه عندنا الماكينه، عندنا الصناعه، عندنا الالات، حنا راه عندنا الالات الثقيله اللي جا كيتهضم. عندنا اقوى معده ثقافيه كاينه في هذا العالم، اقوى معده ثقافيه كاينه في هذا الكوكب كاينه عند المسلمين وعند المغاربه على وجه الخصوص. المغاربه كاع متفوقين على باقي الشعوب الاسلاميه في هذا الموضوع. عندنا معده ثقافيه قادره على هضم اي شيء كيدوز، وقادرين ناخذوا اللي يصلح لنا واللي جا كنفورماتيوه تنبدلوه. نقولوا يا خويا الناس كيجيو من المشرق، والمصريين اللي هما صعابين، يعني عندهم واحد التركيبه ما عنده ما يخرج من الثقافه المصريه ولا يخرج من تاريخه ولا يخرج من لغته ولا ماذا. كيجي للمغرب كيتفورماطا تيولي واحد اخر. عندك ادوات وعندك امكانيات ما تخاف من حتى شي واحد من الكوكب اللي جا كيتهضم كيتفورماطا كيعاود يدير ليه كله 100%. الامور الاخرى ديال الامنيه وشنو هو جاي وشنو كذا وشنو هذا كاين ماليها، راه كاين ماليها، كاينين الناس اللي تيعرفوا لها، كاين المؤسسات اللي خدمتهم هذه كتعرف هذا الشيء، شغلها الشاغل هو هذا وكتعرف ديرو. غير ذلك انت كتكلم على الثقافه، في بلاصه ما تضيعوا الوقت في الشيء قويوا العقيده يا خو. راه شوف كنعاود نقول دائما المغاربه، الحصانه ديال المغاربه دائما هي العقيده، الدين، العقيده، باش هنا باش غتواجه جميع الامور اللي كتدخل عندك. كاينين اللي مغاربه، عندك مغاربه ويأسس لك تيار فكري ولا شي حاجه مستورد من دوله اخرى، هذا سهل، هذا راه هو الصعيب. راه اللهم يجي عندك انسان افريقي يكون حتى ماشي مسلم كاع وغيجي عندك ويدخل الاسلام ويتبنى ثقافتك ويدير هذا. على حنا شنو هادشي ما عمرو وقع عندنا في التاريخ. دابا حنا هذا المغرب، هذا المغاربه اللي كاينين حنا دابا، ما هادشي ما عمرو وفدوا علينا شعوب وفدنا على شعوب. وهاد المغاربه اللي عندنا اللي كثر، عندنا حوالي 5 المليون ولا 6 المليون مغربي. عندنا اسبانيا بوحدها عندنا فيها مليون مغربي بمزدوجين الجنسيه واللي يلاه هاجروا واللي مشاو واللي فوضى يا كل شيء. عندنا شي مليون في اسبانيا بوحدها، عندنا 5 ولا 6 مليون مهاجر في العالم. هادو صافي مشاو ضاعوا لينا، وراه كتلقاهم مغاربه ما كيتفكش حتى مع ابسط الحوايج، مع النعناع. النعناع ما تيتفكش معاه، اي حاجه ابسط الحوايج ما تيتفكش معاهم. وخصوصا انا تتكلم الثقافه، مثل نقول الثقافه ماشي هي. كاين بعض الناس اللي سخفوا لنا هذا النقاش، ردوا لنا هذا الشيء الثقافه بحال صافي هو كنتكلموا غير على الزليج وتنتكلموا على هذا الشيء مهم جدا، الفن والمعمار وهذا واللباس. لاكس ديال الثقافه اللي كنهضروا عليها هو العقيده. عندك ما هو اخطر، عندك التشيع، عندك العجب الكحل، عندك الكوارث اللي جايه كتبغى تهجم لك هذه البلاد وبايدي مغاربه، وينوضوا يديروا لك التنظيم السي. الشيعة المغاربه اش دير فيهم دابا؟ هذاك الشيعي مغربي ولا الشيعي جالس كنشرب في التشيع تيضرب لك الجدر، هذاك مزيان ما عندكش مشكل معاه. وافريقي غادي غدا ولا يسلم يولي مسلم وصافي ويولي مغربي ولا مغربي اسيدي بكل شيء كاع هذا ومسلم ومغربي وخدا كاع ياخذ الجنسيه كاع وياخذ الاقامه ولا تزوج وهذا ولا ولادو مغاربه. هذا عندك فيه مشكل. شنو واش عندك مشكل مع البشره السوداء؟ راه عندنا مغاربه بشره السوداء، عندنا اعراق مغاربه بغيتي ولا كرهتي. شنو ماشي مغاربه هذوك؟ خاصنا نحرروا. علاش كندوي بالضبط؟ واش عندك مشكل مع البشره السوداء؟ راك وليتي كتفكر بالطريقه الاوروبيه. عندك مشكل مع واحد الانسان غيجي من واحد البلاصه اخرى وغادي يدير، عندك مشكل مع هذا الموضوع، هذا موضوع اخر، مساله امنيه. مشكل انه كيجير المشاكل ولا لانهم اللي دايرين الغزو ولا هذا ولا اشنو كنقصدوا بهذا العام ديال الغزو ديال الافارقه؟ اش كنقصدوا بها؟ مشكل امني. المشكل واش المغرب غادي يغربوا دابا؟ مشكل يديروه بعض الافارقه. شحال التقديرات كتكلم؟ راه ما عندنا واحد 70,000 ولا 100,000 على ابعد التقدير، وكاينه واحد 50,000 يعني خدات الوضعيه ديالها الاقامه ديالها وتم تسويه وضعيتها في 2014 حتى 2017. ديك 3 سنين ديال 2014 كانت دارت واحد الحمله ديال التسويه ديال الوضعيه ديال مجموعه ديال الاخوان الافارقه. كاينين مهندسين، كاينين طلاب جامعات، كاينين مستثمرين، كاينين هذا كاين، وتيتعلموا معنا الدارجه ويتعلموا هذا ويتعلموا معنا الامازيغيه ويتعلم العربيه ويقراو هنايا. وكاين ناس
بمعنى مناش انت شنو المشكل عندك؟ المشكل عندك في هذا المشكل الامني ديال بعض الناس كيجيو يديروا المشاكل. هذا موضوع محلول، هذا نقاش امني قانوني قضائي ما معروف. ما ممكن تلقى اللي معدي عليه اصلا تلقى كيدير رده الفعل، تلقى اللي معدي عليه مغربي ما عرفتيش. هذا موضوع تتكلم على الاستبدال العظيم وراه غادي يبدلونا ويغيرونا، ساهلين محطوطين مع ساهلين هكا. هاد مئات السنين اللي هما المغاربه هنايا ما بتغير حتى حاجه، ما قدرت تزعزعنا من هاد الارض، لا انفصال لا استعمار لا قذافي لا جب تعد ما قدر يزعزع المغاربه من ارضهم. ساهلين حنايا محطوطين. على اللي جا غادي يقول لنا نوضجي